النهارده هناكل بانيه بالشوفان، احلى كلام، عشان تعرف ان الشوفان ممكن تعمل بيه اكتر من حاجه. الشوفان مش بس عشان تاكله الصبح وبس، لا ده في حاجات كتير. يلا بينا. النهارده هنعمل بانيه مع شوفان عشان احنا في دايت وكرش غلبان. هنقطع مقدار البانيه بتاعنا لمكعبات او شرايح حسب ما تحب ونركن على جنب. نقطع لنا شويه فلفل رومي على حامي عشان نستطعم الاكل بقلب جامد، وهنبشر بصله ونبشر برده حبه جزر ما يمنعش، وبعدها هنملى كوبايه صغيره من حبوب الشوفان عشان كل دي مقادير اكلتنا. هنروح بقى على النار نولع على طاستنا وشويه زيت زيتون وننزل عليه بالبصل المبشور وندحرجه لحد ما يتغير اللون. ننزل عليه بالبانيه بهدوء، تقليب كعادتنا، وعليهم الجزر المبشور ونكمل تقليب. وجه وقت الشوفان، انزل عليهم يمان وفوقهم حبه ملح وما تكترش، وشويه فلفل اسود عشان لو في زفر يطير، وحبه كركم صغيرين، وعليهم تركايه حبه كريمه طبخ عشان ما ننشفهاش على نفسنا. تقليب يا حبيبي شمال في يمين، وانزل عليهم بحبه ميه سخنه حلوين يا دوب يغطيهم، وانزل عليهم بالفلفل. وتركايتنا الاخيره حبه مشروم شرايح، وطبعا كمل تقليب واستمر في التقليب لحد ما الميه تتشرب زي ما انتم شايفين. لحد هنا كعادتنا الاكله مناسبه ومتكامله لبتوع الدايت، انما انا لسه طبعا الاكله عايزه تحبيشه. هنرص راستنا في طاجن وعليها حبه موزاريلا وندلعهم بالهلابينو، وعلى الوش شويه زيتون شرايح، وطبعا على الفرن هنسيبه 10 دقايق. وعملنا اسمه حبه لبتوع الدايت في طبق، اما الطاجن عفوا ده ليا انا. ما تنساش فولو لايك شير، اتمنى لي من قلبك الخير، دعمك بيفرق معايا كتير، خصوصا الفتره اللي فاتت الدعم وقع من عندي وما اعرفش ليه. بس كده، مساء الزبده عليكم وبهنا والشفا على قلوبكم. واوعى بعد ده كله حد يجي يقول لي هو انا ممكن اعمل ايه بالشوفان. لا يا حبيبي، انت ممكن تعمل حاجات كتير، بس تابعنا وانت هتعرف. لذلك فولو لايك شير انستا يوتيوب وفيس، واتمنى لي من قلبك الخير ومساء الزبده عليك.